ممكن تعمل فيديو عن فيزا العمل إلى أمريكا الجي 1؟ يلا بينا. الفيزا الجي 1 معمولة في أمريكا علشان أمريكا تتبادل ثقافات وعلم ما بينها وما بين دول تانية، يعني هدفها تقوية العلاقات ما بين أمريكا والدول التانية. طب مين اللي مسموح له إن هو ياخد الفيزا دي؟ بيبقى لازم يكون مثلا طالب أو معلم أو أخصائي أو عالم او ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ناس من الفئات دي، علشان زي ما قلت الهدف اللي هو تبادل ثقافات وعلم في نفس الوقت. فلازم يعني الناس تبقى بتقدم القيمة دي، يعني ما ينفعش واحد عادي يروح كده وما من غير ما يقدم حاجة، يعني واحد ما لا هو عالم ولا طالب ولا اخصائي ولا استشاري ولا مش عارف ايه، لانه مش هيقدم حاجة. طب ايه الشروط اللي يتوافق عليها لفيزا زي دي؟ لازم يكون في سبونسرشيب من امريكا، يعني حد منظمة من امريكا تبقى مديها الابروفل او موافقة على الفيزا اللي زي دي، ان هو بيكون الضامن بتاعك. لازم يكون في تأمين صحي على الشخص اللي رايح ده بالكامل. طبعا حاجة معروفة جدا، لازم انجلش proficiency، يعني لازم يبقى الشخص عارف يتكلم انجلش كويس وبيفهمه كويس، لان زي ما قلت الموضوع كله تبادل وكلام وتفاهم، فحاجة لابد منها. والحاجة التانية لازم اللي هو ايه، ان الشخص يرجع بلده تاني بعد السنتين، اعتقد لان الفيزا دي مدتها سنتين، لازم انه يرجع بلده بعد السنتين، ولو ده ما حصلش طبعا بتكون مشكلة كبيرة. الحاجة الأخيرة work restrictions، يعني أنت ممنوع أو ما عندكش الصلاحية إنك تشتغل في أمريكا هنا أي شغل خالص. وده أنا أقصد بيه إن الشغل العام أنت ممكن تشتغل تبع المنظمة أو البروجرام اللي معمول لك أو اللي جايبك أصلا، ممكن تشتغل لهم هم. يعني أنت مثلا ممكن تبقى طالبة في طب، تشتغلي في مستشفى تحت إشرافهم في ايه، في المده بتاعت البروجرام. انها مثلا ما ينفعش تطلعي تشتغلي عند امبلوير عادي مثلا في اي حته، فالشغل بيكون restricted او محدود تبع بس المنظمه على حسب ما هم بيحددوا. وده كان ردي على سؤال